يا مساء السعادة والأسعار الزيادة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مع حنان اللول. فيديو النهاردة بينتقموا مني. يعني ايه بينتقموا مني؟ طلعوا لي من التلاجة فراخ ولحمة وكبدة وقالوا لي تعمليها النهاردة بس كده. قلت لهم حاضر من عينيا. هو تحدي وانا عايزة ابهرهم في التحدي ده. ما تيجوا الاكل ده كله ان شاء الله نعمله في ساعة واحدة. يلا نشوف هنعمل معانا ايه. معايا هنا فرختين. الفراخ دي فراخ بيضة بس صغيرة بتاعت حشو. تمام. هحشيها النهاردة فريك. ومعايا لحمة هعمل لها تقلية صعيدي وهحطها فيها. ومعايا هنا الكبدة مقطعة عصافير صغيرة فهعملها ببصل. معايا طبعا هنا الفريك اللي انا هحشي بيه الفراخ. تمام. الفريك ده كان صاحي وانا كسرته. تمام. اديته قرشة كده بسيطة. معايا هنا توم مفروم بفلفل بابريكا وكمان فلفل شطة. معايا هنا حبة فلفل علشان هعمل الكبدة بتاعتي سبايسي. ومعايا هنا بصل للكبدة والتقلية الصعيدي. تمام. علشان ننجز طبعا ونخلص التحدي بتاعنا ده كله في ساعة واحدة هنعمل ايه؟ هناخد البصل ده نفرمه لا اما في الكبة لا اما في شفشق الخلاط. انا هنا مش متوفر معايا كبة فهفرمه في شفشق الخلاط. منها التقلية هتكون معايا حلوة وناعمة وكمان هتكرمل معايا بسرعة. والبصل مش عايزاه يكون باين في الكبدة فعايزاها تكون كده الكبدة مطعمة بالبصل بس مش واضح فيها البصل كتير. ومعايا طبعا عصير طماطم. معايا حبة حلوين كده حوالي كيلو ونص. يلا نروح على البوتاجاز ونسخن الوك بتاعنا جامد ونضرب البصل بتاعنا في الخلاط. ما ننساش بقى لايك وشير لحنان اللول وتعليق حلو منكم كده. يلا بينا. اخدنا البصل بتاعنا قطعناه في شفشق الخلاط وهضيف عليهم حبة من المية مش كتير. كل ده هيروح يتبخر على البوتاجاز. هنضربهم ضربة كده ناعمة ونروح على الوك. وجينا على البوتاجاز بتاعنا سخن جدا. هننزل بالنص كمية البصل. شايفين التش اللي انتوا سمعتوها دي؟ هي دي اللي انا عايزاها. هنسيبها بقى تتبخر كل السوائل اللي معانا وهنا معايا نص كمية البصل هسيبها للكبدة. هنيجي في العين التانية على البوتاجاز ونشتغل علشان نخلص في الوقت بتاعنا. جينا فوق تاني على البوتاجاز. هننزل بكمية البصل ونسمع التش. هنسيبهم بقى يتشربوا ويتبخروا كويس جدا ونروح بقى للوك بتاعنا اللي قرب يتحرق ونقلب. ما نقلقش خالص يا جماعه. كل العصاره اللي في البصل هتنشف وهتشوفوها معانا متكرمله ازاي. نبدا بقى نحط الماده الدهنيه. حطيت هنا معلقتين سمنه كبيره من المعلقه الكبيره بتاعت الشوربه. وهبدا بقى هنزل بالكبده في الوok التاني مش هنزل بماده دهنيه. هنزل بالكبده علشان تاخد معايا صدمه. هنسيبها بقى تتشرب مع نفسها. هضيف معلقه ثوم مفروم. شايفين كل العصاره ازاي اختفت؟ وهنا هنفضل نقلب كويس لحد ما تتكرمل معانا جامد علشان دي هتكون التقليه الصعيدي بتاعتنا. هنيجي بقى في الوقت ده ننقع الفريك بتاعنا ونغسله كويس جدا. خلصنا الفريك ونقعناه كويس اهو. هنسيبه بقى. هنيجي بقى عند الكبده نحط الماده الدهنيه وننزل بالفلفل. هننزل بقى بالفلفل وكده. اول حاجه الكبده بتاعتنا خلصت. هنسيبها تاخد تشويحه كده على النار ونرجع نطفي عليها. هنا بقى هنزل بمعلقه ثوم مفروم. وبعد كده اول ما تحمر معايا هنزل بعصير الطماطم وتكون التقليه بتاعتي جهزت. هنبدا بقى نسلق اللحمه والفراخ
انا مبدئيا حاطه اللحمه تتسلق وهسلق الفراخ بعد ما ارفع اللحمه منها على طول، مش هتاخد وقت زي اللحمه. هنا كانت الكبده خلاص خلصت، هنبدا بقى نركنها على جنب. وهنا هننزل بعصير الطماطم، هظبط الملح والفلفل. هنا بقى كانت التقليه الصعيدي خلصت، هرفعها بقى على جنب واجهز الفريك لحشو الفراخ. هنيجي هنا في الوok بقى على البوتاجاز، حطيت معلقتين سمنه وهنزل بالفريك هديله تشويحه. كان متبقي معايا معلقه توم ضفتها عليهم. هنزل بقى حبه شوربه او اي سوائل عندك. هظبط الملح. عدى نص ساعه من الوقت كنا مخلصين الكبده والتقليه الصعيدي واللحمه كمان قربت تستوي، وخلاص هنسلق الفراخ ونحمرها على طول. الفريك جاهز وهنبدا بقى نحشيها. هحشيها واحطها في الشوربه على طول بتاعت اللحمه اول ما اخرج اللحمه. حشيت الفراخ وقفلتهم، خلصنا دي وزادوا حبه فريك، ضفت عليهم حبه رز وهكمل سواهم وهفرشهم تحت الفراخ بعد ما احمرها. هوبا رجعت لكم تاني خلصنا الاكل بتاعنا الجميل. عملنا الفرختين الجمال وحمرناهم، وعملنا اللحمه سلقناها، وخلصنا الكبده الجميله بكل تكاتها وحركاتها، وكمان التقليه الصعيدي. فيديو النهارده كده خلص، اتمنى يعجبكم. وعايزه اقول لكم الاكل ده كله خلص في ساعه ونص بس. اللحمه الحمد لله كانت صغيره معايا واستوت بسرعه. وعايزه اقول لكم الاكل ريحته تجنن. اسيبكم في رعايه الله. كانت معكم حنان اللول، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.